أهلا بيكم في حلقة جديدة من اتعلم الإكسل من الصفر. أنا هاشم داوود، والنهاردة هنتعلم على أداة قوية جدا هتوفر عليك ساعات من الشغل وهتخليك تدمج بين قوة الإكسل واحترافية الوورد، التعامل مع النصوص والخطابات. تخيل إنك شغال HR أو في الحسابات وعندك 1000 موظف ومطلوب منك تعمل ليهم عقود أو مفردات مرتب أو خطابات رسمية. هل منطقي إنك تقعد تملى البيانات دي كل موظف يدوي؟ أكيد لا، لأن ده هيضيع وقت ومجهود كبير جدا. الحل ببساطة في حاجة اسمها الميل ميرج، اللي من خلاله نقدر ناخد بيانات الموظفين اللي موجودة على الإكسل ونربطها بنموذج جاهز في الوورد، وفي ثواني بيتم إنشاء مئات العقود أو الخطابات أو الفواتير بشكل أوتوماتيك. ومش كده وبس، إحنا نقدر كمان نبعتها لكل موظف على إيميله الشخصي بضغطة زرار واحدة، وكمان ممكن نطبعها. يلا بينا نبدأ ونشوف ده عملي خطوة بخطوة. قدامنا هنا شيت إكسل فيه بيانات الموظفين كلها، من اسم موظف لوظيفة لاسم شركة لو أنا عندي أكتر من شركة، لتاريخ تعيين، لراتب، إلى آخره. واللي يهمنا هنا كمان الإيميل الشخصي لو أنا عايز أبعت العقد أو الفاتورة أو مفردات المرتب للموظف، وتاريخ اليوم. ودي هتفيدنا إن تاريخ اليوم يكون مكتوب في مفردات المرتب أو العقد حسب ما أنا عاوز. وعندنا هنا نموذج لخطاب مفردات مرتب بس ناقص منه البيانات. دلوقتي هنربط الاتنين ببعض بحيث الوورد يتملى بالبيانات تلقائيا لكل موظف من الاكسل. بعد ما اتاكدنا ان البيانات بتاعه الموظفين عندي سليمه وما فيهاش مشكله، من اسم موظف لرقم وظيفي لقسم المرتب وايميل، بعد كده نروح على الوورد على النموذج اللي انا عاوز اشتغل عليه ونفتح تاب اسمها ميلينج بالشكل ده كده، واروح على حاجه اسمها ستارت ميل ميرج واختار من هنا لتر. انا عندي اكتر من اختيار، انا هختار ليترز، وبعد كده اختار سيلكت، وده المكان اللي انا هسحب منه البيانات بتاعه الموظفين. هختار تاني اختيار بالشكل ده كده، وهنا ظاهر معايا الجهاز بتاعي. هختار اللوكيشن اللي موجود فيه الفايل اللي انا عايز ادمجه واسحب منه البيانات، هو ده. هتظهر لي التاب دي. لو انا في الشيت اللي انا هسحب منه البيانات فيه اكتر من شيت، هيظهر لي هنا انا الشيت بتاعي فيه 2 شيتس. هختار الشيت الاولاني ده اللي فيه الداتا بتاعتي واضغط اوكي. بمجرد ما دوست اوكي، الحاجات اللي كانت مخفية هنا او مش قادر اضغط عليها ظهرت معايا، ودي موجود فيها رؤوس الاعمدة اللي موجودة في شيت الاكسل اللي موجود عندي، من اسم لوظيفة لاسم شركة لتاريخ تعيين. كل البيانات موجودة عندي هنا بالشكل ده كده. اقدر كمان على حسب ما انا عاوز، انا ممكن اختار الداتا بتاعتي بالشكل ده كده وبضغط اوكي. الخطوة اللي بعد كده معانا، طبعا انا عندي هنا النموذج فاضي ما فيهوش اي بيانات، هنبتدي نملى فيه البيانات بتاعة الموظفين. طيب هنبتدي بايه؟ نبتدي مثلا بالتاريخ. انا محتاج تاريخ مثلا النهاردة. هروح على حاجة اسمها insert merge field واضغط عليها. لو لاحظنا هنا هيظهر معايا رؤوس الأعمدة من مسلسل لاسم موظف للوظيفة لاسم شركة، كل الكلام ده كله. طيب أنا عاوز من هنا إيه؟ أنا عاوز تاريخ اليوم. هضغط على تاريخ اليوم، هيتعلم معايا بالشكل ده كده. محتاج إيه تاني؟ محتاج هنا اسم الشركة عشان أكمل الخطاب بتاعي. تشهد شركة، هاجي هنا واضغط اسم الشركة. بأن السيد الاسم فاضي، كمان هاجي هنا وأعمل insert لاسم الموظف. يعمل لدينا في وظيفة، هشيل دي كده واعمل الوظيفة بالشكل ده كده. وقد التحق بالعمل في تاريخ، اجي على تاريخ مثلا، على تاريخ التحاق العمل، واجي insert merge برضو واكتب تاريخ التعيين، ونبتدي نكمل البيانات بتاعتنا. وفيما يلي تفاصيل الراتب الشهري الخاص به واجمالي المرتب الشهري للموظف مثلا. تمام. هاجي برضو اعمل له insert واكتب الراتب. وهنا مثلا انا محتاج ازود التفقيط، هكتب مثلا فقط، لان انا عامل حساب ان انا اكتبها في الداتا اللي موجوده معايا. هاجي مثلا على فقط، بعدها دوس برضو insert والراتب كتابة بالتفقيط كده بالشكل ده. وبعد كده أعطي هذا الخطاب بناء على طلب الموظف لتقديم الجهة المختصة دون أدنى مسؤولية على شركة. اسم الشركة كمان، اسم الشركة، لأن في البيانات بتاعتي أنا موجود أكتر من شركة. كمان هنا لو أنا حابب اضيف اسم الشركه، هضيف اسم الشركه بالشكل ده كده. انا كده خلصت ملء الخطاب بتاعي. نفس الخطوات هعملها لو انا عندي عقد بعمله او فاتوره
عميل بعملها او بيسلب له موظف بعملها، نفس الخطوات انا اقدر اعملها. طبعا فيما يخص التفقيد في فيديو انا عامله على القناه بتاعته، لو ما كنتش اتفرجت عليه تقدر ترجع وتتفرج عليه، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. يلا بينا نكمل. بعد ما خلصنا ملء الخطاب بتاعنا بدوس على حاجه اسمها بريفيو ريزلتس بالشكل ده كده. بمجرد ما انا دوست على بريفيو ريزلتس بالشكل ده كده سحب معايا البيانات اللي موجوده في الشيت، ودي بيانات الموظف رقم 4. عرفت منين؟ عرفت من هنا، ده الموظف رقم 4 في الشيت بتاعي في التسلسل بتاعي. طيب أنا عاوز مثلا بيانات موظف رقم 2، أضغط كده أضغط كده، هلاحظ إن هو البيانات بتتغير معايا، تمام، واسم الشركة، كل البيانات اللي بتخص الموظف رقم 2 موجودة معايا. بيانات الموظف رقم 5 مثلا، اضغط كده بالشكل ده، جاب لي بيانات الموظف رقم 5 بالتفقيد بتاعه كل حاجه. احنا كده خلصنا الميرج ما بين الاكسل وما بين الوورد. الخطوه اللي بعد كده معايا، لو انا عاوز اطبع الخطاب ده بس لكل الموظفين اللي موجود معايا ايا كان عددهم، اطبع ده ازاي؟ هروح على حاجه اسمها فينيش اند ميرج، هتظهر لي التاب دي فيها برنت، لو ضغطت اوكي هتظهر لي التاب دي، يا تختار عدد الصفحات اللي انت عاوز تطبعها من الى، يا اما تختار قول. حلو جدا. نيجي بقى لحاجه مهمه اكتر، لو انا عاوز ابعت الخطاب ده لكل موظف موجود عندي في الشركه، اعمل ده ازاي ايا كان عدده؟ هاجي برضو من هنا سند ايميل مسج بالشكل ده كده، هتظهر لي التاب دي. التاب دي فيها ايه؟ فيها تو، انا هبعته لمين؟ زي ما وضحنا في الاول انا كاتب ايميل الموظفين، فاختار الايميل الشخصي، اتاكد ان تو للايميل الشخصي. تاني حاجه معانا اسم الايميل، عاوزه يبقى ايه؟ السبجكت بتاع الميل هكتب مثلا مفردات مرتب. تركايه بسيطه هنا، اتاكد ان النت يكون مقفول عندك علشان بمجرد ما هتدوس اوكي خطاب مفردات المرتب او الخطاب اللي انت عاوز تبعته هيتبعت للشخص اللي انت عاوزه مجرد ما تدوس اوكي. فالخطوه كويسه هنا ان انت تقفل النت عن تقفل الواي فاي او النت عن الجهاز عندك، علشان لو حابب تراجع الايميل اللي انت عاوز تبعته او تضيف حد زي ما هنشوف تقدر تعمل كده. نضغط اوكي، هيبتدي يلود معايا بالشكل ده كده الخطابات بتاعه الموظفين. هنروح للاوتلوك علشان نتاكد ان الميلات دي وصلت للاوتلوك زي ما ظاهر معايا كده. دي الايميلات اللي انا لسه باعتها حالا، اللي هي خطابات مفردات مرتب بتاريخ 7/3، كلها موجوده في الاوت بوكس. مجرد ما هوصل الانترنت على الجهاز المسجات دي او الايميلز دي كلها هتتبعت. يلا بينا نفتح اي ايميل فيهم بالشكل ده كده، هيظهر معايا بالشكل ده. لو انا حابب اضيف حد في السي سي هضيفه، لو انا محتاج اغير في السبجكت هغير نفس الخطاب اللي موجود اللي انا كاتبه لكل موظف حسب البيانات بتاعته. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد.